صباح الخير، معاكم دكتور عمر دويدار. أنا استشاري طب الأطفال وحديث الولادة واستشاري البورد الدولي للرضاعة الطبيعية في عيادات داوي. بالنسبة لأعراض الحساسية، فحساسية الأنف أعراضها مختلفة شوية عن حساسية الصدر. أعراض حساسية الأنف بتبقى أقرب لأعراض البرد العادي، من سيلان في الأنف، من إحساس بالحكة، من خنفرة أو أصوات في الصوت والنفس وهو داخل. أما بالنسبة لحساسية الصدر فالأعراض بتبقى أكتر ناحية الكحة المستمرة اللي لا تتوقف، وحسب الحدة بتاعة الأعراض ممكن نصل لآلام في الصدر أو صعوبات في التنفس أو صوت تزييق أو صفارة مميزة للهواء وهو خارج من الصدر. تشخيص حساسيات الصدر والأنف زي معظم تشخيص الأمراض بيعتمد على 3 حاجات أساسية. الأول خالص هو التاريخ المرضي، وده الدور الأساسي فيه الحقيقة بيكون للأهل أو للأم تحديداً. الحاجة التانية بتبقى الفحص الطبي، والحاجة الأخيرة الاحتياج أحياناً لبعض التحاليل أو الفحوصات. التاريخ المرضي هو الأهم في موضوع الحساسيات، لأنه بيبقى مليان ما بين الطبيب والأم تفاصيل دقيقة من أكتر من مجرد أنه في عرض نفسه موجود، ولكن توقيت العرض، استمراريته، بيخف على إيه، بيتحسن إزاي. كل التفاصيل دي هي اللي بتوضح في الأول إحنا ماشيين في طريق حساسيات ولا بنستبعد بيها أمراض أخرى. الحاجة التانية هي الفحص طبعا الطبي، الفحص السريري اللي بيكشف تفاصيل أكتر عن كل عرض، من علاقة الكحة بقى بأصوات التنفس، من درجة الحدة نفسها بتاعة المرض، وانتهاء في الآخر إن احنا ممكن نحتاج بعض التحاليل حسب سن الطفل وحسب مدى تعاونه، كمان نقيس بيها قياسات وظائف الرئة والصدر، أو احتياج لأشعات مش للتشخيص بتاع الحالة قد ما هو لاستبعاد أسباب أخرى قد تتشابه في أعراضها مع أعراض الحساسية، ولكن يظل المفتاح الأساسي في التاريخ المرضي مع الأم. مش دايما حساسية الصدر مرض مزمن. في لازم نفرق بين 3 حاجات. أدوار بتبقى أدوار حادة من حساسية الصدر مرتبطة يمكن بعدوى في الجهاز التنفسي، وفي حساسيات موسمية بتتكرر مع أوقات معينة من السنة زي تغيير الفصول، وفي جزء من الأطفال بيستمر معاه الأعراض أنه يتحول لما يسمى بالربو الشعبي أو الحالة المزمنة. الأوضاع مش كلها زي بعض، وأحيانا كتيرة مع العلاج المبدئي الجيد للالتهابات الجهاز التنفسي قد تقينا من أن احنا نتحول لمرض ربو مزمن. طيب، مسببات الحساسية هي في الأساس مسببات تنفسية عن طريق الاستنشاق. أشهرهم طبعا هو الغبار، التراب في الجو، يليها الروائح القوية النفاذة، سواء كانت الروائح دي جاية من تدخين مثلا، سواء كانت جاية من أبخرة طبخ وخلافه. دول الأنواع الأشهر. يليها بعض بقى الحاجات اللي بتبقى موجودة في البيوت وما احنا شايفينها قوي، زي العفن مثلا اللي بيتولد في بعض أنواع السجاد من الرطوبة أو في الغرف سيئة التهوية، زي الوبر اللي بيبقى موجود في باتس أو حيوانات أليفة موجودة عندنا في البيت. وفي بعض الحالات القليلة الحقيقة ممكن المسببات دي تبقى مسببات بالفم بقى، يعني بعض المأكولات معينة ممكن تتسبب في ده، إنما يظل الأشهر طبعا هي المسببات التنفسية. بالنسبة لخيارات العلاج للحساسية هي بتبقى جزئين، الجزء الوقائي والجزء العلاجي. فالجزء العلاجي اللي هو بيفك الأزمة حاليا أو بيعالج الوضع الحالي اللي حصل،
ده بيبقى اكتريته معتمد على سواء ادويه بالفم او مستنشقات عن طريق اجهزه البخار وخلافه. بالنسبه للشق الوقائي هو بيبقى اطول ومش معتمد حتى على الطفل حاليا عيان ولا لا، احنا بنحاول نثبت بيه الوضع علشان مش كل ما يتعرض الطفل لواحد من المسببات الادوار تشد عليه تاني. سواء احنا هنمشي في الجزء العلاجي او الوقائي بعد كده، ده بيستلزم تقييم جيد من الطبيب المعالج، وتقييم منه كمان في كل مراحل العلاج، مش بس علشان يقيم حدة المرض، هو علشان يقيم مدى الاستجابة للعلاج اللي بيكمل معانا فترات، فمحتاجين نعرف بنزوده، بنقلل جرعاته، بنكمل بيه ازاي، مش أدوية مجرد ان هي تتاخد كحاجة مسبقة للمرض. طيب بجانب طبعا الالتزام بالخطه العلاجيه اللي محطوطه مع الطبيب المعالج، الميجرز او الحاجات اللي بنعملها في البيت علشان نقلل الحساسيه ليها قدر كبير من الاهميه. اولها طبعا هو التهويه الجيده للمنزل في حالات طبعا ما اذا ما كانش فيه غبار او عفره كتير، او حتى لو احنا بنهوي بنستخدم بعض انواع الفلاتر زي الهيبا فلترز اللي هي بتحسن من درجه نقاء الجو. الحاجة الثانية بنحاول نتفادى الرطوبة الشديدة اللي بتثير بعض أنواع العفن اللي بيهيج الحساسيات. بنحاول طبعا النظافة الدورية للحاجات اللي فيها وبر بشكل عام زي السجاد، وأحيانا بنضطر إن احنا يعني نتخلص منه تماما بعض أنواع السجاد الموبر، وبعض أنواع الألعاب اللي بيبقى فيها شعر ووبر كتير، وبعض انواع الباتس اللي برضو فيها شعر كتير بتحتاج التنظيف الدوري باستمرار عند الطبيب المختص بالحيوانات. الحاجة الأخيرة هي منع كل ما هو ليه عطر نفاذ أو رائحة قوية داخل البيت، من البرفيومز، من منظفات الغسيل ذات الرائحة، من الصابون حتى والصوبس اللي بتستخدم. يفضل إن هو تبقى حاجات قليلة إثارة الحساسية أو بدون رائحة خالص. طيب السباحة طبعا شيء مميز في كل الأحوال. لو احنا بنتكلم تحديدا على حساسية الصدر، معظم الأبحاث بتطلع بنتائج إنه على المدى الطويل السباحة بتحسن لي من قدرة الجسم على مواجهة حساسيات الصدر عن طريق حاجتين ثلاثة. أولا ترطيب الجهاز التنفسي، ثانيا تحسين كفاءة الرئة نفسها وتوسيع الشعب الهوائية. الحاجة الثالثة هي تقوية العضلات اللي بنعتمد عليها في التنفس بشكل كبير. فعلى المدى الطويل السباحة جيدة جدا في مقاومة حساسية الصدر، مع الأخذ في الاعتبار أنه أحيانا التعرض لتيارات هواء ساقعة جديدة مثلا وإحنا طالعين من المية، أو بعض المنظفات اللي بتتحط في المية كلور وأشباهه، ممكن تسبب تهيج شوية في الأغشية المخاطية، يعني ما يشبه أعراض حساسية الأنف. إنما بالنسبة لحساسية الصدر هي أحسن بكتير طبعا المواظبة عليها. حساسية الأنف تحديدا ليها علاقة وثيقة بالأذن الوسطى، لأنه تشريحيا هم قادرين يوصلوا لبعض. التهابات الجيوب الأنفية، التهابات الأذن، الحساسية المستمرة اللي بتخلي مجرى الهواء نفسه في الأنف والجيوب الأنفية ضيق، كل ده بيعمل تأثيرات يا إما عن طريق إنه بيعمل التهابات ورا طبلة الأذن، أو أحيانا بنوصل إنه بيبقى فيه زي مستوى من المية أو السائل في الودان. وكل ده لو ما تمش مراجعة الطبيب وتقييمه سواء لطبيب الأطفال سواء لطبيب الأنف والأذن قد يؤدي إلى مضاعفات طبعا تؤثر على السمع فيما بعد. فالاهتمام بعلاج حساسيات الأنف بيعتبر هو الخطوة الأولية في الوقاية من مشاكل التهابات الأذن الوسطى.